لكي أعيش في أمان وأخرج منها بسلام، اسمع ماذا قال مسك الختام محمد. قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. ده دي مش الحديث، ما فيش لفظ من صلى الفجر في جماعة. موضوع في جماعة دي درجات تانية علا في حوادث، كأن اللي صلى الفجر في جماعة أو في غير جماعة فهو في ذمة الله بنص كلام رسول الله. يعني إيه؟ عايز الحديث مقصده إيه؟ سيدنا النبي عايز يقول لك إن صليت الفجر اليوم اللي تصلي فيه الفجر أنت في حماية ملك الملوك، أنت في حماية القوي الذي لا يقهر، أنت في حماية العزيز الذي لا يقهر، أنت في حماية الحي الذي لا يموت. فين المسلمين بقى في صلاة الفجر؟ يعني عمارة فيها 10 أدوار، 10 شقق، فيها كم مسلم؟ لا بتتفتحش ساعة صلاة الفجر. والعجيب إنها بتتفتح الساعة 7 والساعة 8 عشان رايح الشغل لدنيا. طب وربك اللي قال لك الصلاة خير من النوم ويقول لك تعالى صلي ركعتين وانت في حمايتي، انت في ذمتي. علمت ابنك كده؟ علمت ابنك وقلت له يا ابني اليوم اللي تصلي في الفجر ما تخافش فيه من ظالم؟ يا ابني اليوم اللي تصلي في الفجر انت في حماية ملك الملوك. فين احنا بقى صلاة الفجر؟ ولذلك قال احد الصالحين صلاة الفجر كالحرب. قالوا له ايه علاقة الفجر بالحرب؟ قال صلاة الفجر كالحرب لا يرى فيها إلا الرجال. صلاة الفجر أهل الفجر فئة موفقة، وجوههم مسفرة وجباههم مشرقة وأوقاتهم مباركة. إن كنت منهم فاحمد الله، وإن لم تكن منهم فاسأل الله أن يجعلك منهم. يا جماعة صلاة الفجر لازم تاخد قرار. أنا مش عايز أطول، أنا لسه في الأمان الأول. صلاة الفجر لازم تاخد قرار الليل. الفجر على كام؟ 5 وتلت. اظبط المنبه على 5 من الليل. انت صبت على 8 ليه؟ عشان اقوم للشغل. يعني انت بتقول ربنا اللي مش جاي بيتجاب مع سبق الاصرار والتعصب بيتجاب الفجر. طب خلاص نام وشخر وخد راحتك، ولما تجاب له فجر كل عذرك، كل عذرك الا نادي حساباتك. لازم تاخد قرار. من صلى الفجر فهو في ذمة الله. ولو صليت الفجر يا حبيبي استحالة ربك يدخلك النار. قال النبي المختار لن يلج النار عبد صلى قبل طلوع الشمس. بل إن صليت الفجر الجماعة كأنك قمت الليل كله. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. بل إن صليت الفجر ضمنت الجنة. قال النبي من صلى الفرضين الفجر والعصر دخل